في ظل الظروف الاقتصادية اللي البلد فيها مفيش غير حل واحد، ان احنا نوفر وندبر من غير، يعني هنحاول يكون من غير حرمان. ودوت مش هيحصل غير بأهم حاجة، يكون في تفاهم في الأسرة وفي اتفاق. في حاجات كتيرة هنبتدي نستغنى عنها غصب عننا، مش بمزاجنا للأسف. يعني مثلا كل المستويات، على كل، انا بتكلم على كل المستويات. اللي مصروف بيته 10,000، المصروف بيته 20، المصروف بيته 5، اللي مصروف بيته 2. انا بتكلم على كل المستويات. في اسلوب حياه لازم يتغير، لازم يتغير في كل حاجه. يعني هنقعد مع اولادنا ونقول لهم لا احنا مش هنقدر نجيب الحاجات دي، هنقدر نجيب حاجات تانية. نحاول يعني، المهم نحاول ما نحرمش البيت من حتى الحاجات اللي مش هنجيبها. ممكن نعملها بس مره في الاسبوع، مره في الشهر، بحيث ولادنا برضو ما نبقوش مقصرين احنا من جوانا في حق اولادنا. والكلام النهارده في الفيديو مهم جدا، والكلام موجه لكل راجل متحمل المسؤوليه. مسؤوليه المصروف طبعا، كل الرجاله على راسنا متحملين المسؤوليه. بس في رجاله كتيره هي اللي ماسكه مصروف البيت. وانا كلامي النهارده الفيديو بتاع النهارده ده كلامي كله هيكون موجه للرجاله، ازاي تقدر تدبر وتوفر وتقدر تحوش كمان من مصروف البيت. طبعا اهم نقطه، والنقطه دي احنا اتفقنا عليها قبل كده، ان يكون في تفاهم بينك بين مراتك. تفاهم، اتفاق على كل حاجه، احترام لعقليتها. طالما في ود وتفاهم كل حاجه هتمشي. عشان انا في ناس احيانا بتهاجمني لما اقول لا، الراجل لازم يكون معاه فلوس مصروف يومي ومصروف يومي كبير عشان يقدر لانه في الشارع ده متعرض لمواصلات، متعرض لطريق، متعرض لظروف كتيره جدا جدا، فلازم يكون معاه فلوس، ما ينفعش يمشي من غير فلوس. الستات كتير بقى بتهاجمني، انت ليه بتقولي كده؟ ازاي؟ طب ما هو راجع، طالما في حب واتفاق، وهو راجع هيجيب حاجات حلوه لاولاده، هيجيب حاجه البيت ناقصها، لبن، فاكهه. فيا جماعه لازم نكونوا متفقين، وده اهم شرط وده اهم حاجه عشان نكونوا متفقين. زي ما قلت لك، لو انت مش متفق مع مراتك، انا كست بيت ومش مبسوطه ومش راضيه ومش مرتاحه بالعيشه اللي انا عايشاها، انت بتتعامل معايا بطريقه مش حلوه، الكلام ده كله، انا ممكن اخليك انت نفسك اللي ماسك المصروف تلف حوالين نفسك، ما تعرفش تصرف على البيت، ما يكفيش اي حاجه، اي فلوس تيجي وكلها متطلبات للبيت، اي فلوس تيجي مش هتكفي. انما عارف بقى، لو انت متفق معاها وفي كده يعني الاحترام سابق اي حاجه في التعامل مع بعض، في شفافيه بينكم. يعني ما ينفعش انت مثلا تديها مصروف معين وبقيه الفلوس انت تاخدها تصرفها، مثلا تقعد على كافيه، مثلا تخرج تجيب لبس معين لنفسك، تجيب حاجات لنفسك وسايب ولادك وسايب البيت. لا، دي يعني كل قاعده لها شواذها. ودي كده احنا بنتكلم عن الناس اللي عايزه تفتح بيوتها بطريقه حلوه، بطريقه ما يبقاش فيها مشاكل. انا عارفه ان في هجوم احيانا بيجي عليا، انا ماليش دعوه بالفردي. يعني احيانا بيبقى في حاجات فرديه، راجل ما بيصرفش على البيت، ست ما بتطبخش، ما بتعملش، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا بتكلم في السياق العام، اللي الناس المتوازنه، الاسر المتوازنه اللي مش عارفه تعمل حاجه. احيانا الراجل هو اللي بيبقى متحمل كل المسؤوليه في شراء الحاجات من بره وخزين البيت والكلام ده. الست بتبقى متحمله اولادها بدروسهم، بمذاكرتهم، بتربيتهم، بالبيت، بالطبخ والكلام ده. فانا بتكلم، انا الفيديوهات اللي جايه كلها هتكون على نفس الموضوع، ان انت كراجل ازاي ترتب البيت انت ومراتك، ان البيت يمشي على اكمل وجه، مش ناقصه حاجه، عاملين اكلات كويسه، صارفين في، شايلين فلوس للعلاج، شايلين فلوس للفواتير، مرتبين بيتنا من كل حاجه. اهم حاجه زي ما قلت وكل مره هقول في الفيديو بتاعي، اهم حاجه يكون في بينك وبينها اتفاق على كل حاجه، وود واحترام لعقليتها. لو انت راعيتها هي هتراعيك. ده الشرط الاساسي اللي احنا هنبني عليه كل الفيديوهات اللي جايه، احنا يكون في بينا اتفاق واتفاق على كل حاجه بالمرضيه هتكسب عينيها بجد. انا مصره ان كلامي يكون للرجاله الفيديوهات اللي جايه، لان لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. لو انت هتمشي في اتجاه وانا همشي في اتجاه، يبقى البيوت هتخرب، وده طبعا ما نحبش ان احنا نوصل له. ان شاء الله ربنا المستعان الفتره الجايه هعمل لكم يعني انت تاخد الفلوس ازاي تقدر توفر منها كل حاجه. فان شاء الله ربنا المستعان باذن الله. تابعوني، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هرتب لك بالظبط ممكن تعمل ايه، بحيث تسيب مصروف شخصي لنفسك، تقدر تصرف البيت مصاريف يوميه. فان شاء الله اقسمها لك تقسيمه سهله،
تابعوني وان شاء الله ربنا يجعل بيوتنا كلها كده خير وعمار. وما تنسونيش في الدعاء، من صالح دعائكم، ندعي لاهالينا في غزة، وربنا يا رب يلطف بينا جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.